السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. وحشتوني يا احلى اخوات في الدنيا. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديك الاحلى واحلى. قال ايه الاولاد عايزين يشتروا من بره، قررت اعمله لهم في البيت باسهل طريقة، والمقادير كلها متوفرة في كل بيت ان شاء الله، من غير حليب، من غير بيض، من غير زبدة. يلا بينا نشوفوا مقاديرنا عبارة عن ايه. قبل ما نبدأ في اي حاجة هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. كوباية ونص من الطحين، عليهم ربع كوباية من النشا، معلقتين لبن بودرة، ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ربع معلقه صغيره من الملح. حطينا كوبايه ونص من الميه. هنخلط الكلام ده كله كويس جدا بخلاط او بمضرب يدوي. وهنحط كمان معلقتين زيت، بس انا هنا نسيتهم، مفيش اي مشكله، حطيتهم عادي خالص في بقيه العجينه لما ببدا صفيتها. هنا اساس العجينه دي يا جماعه اللي هو الكريب، اساسها هنا في التصفيه، تصفيها كويس جدا عشان لو فيها تكتلات ولا حاجه بتبدا تنزل معانا في المصفى. خلاص كده بصوا العجينه ما شاء الله قوامها جميل جدا وما فيهاش اي حاجه. هنا طبعا كنت ناسيه عندي الزيت، حطيت هنا زي معلقتين كده او معلقه كده من الزيت، وهبدا اقلبهم كويس جدا عشان الزيت هنا يتخلط معايا عندي مع العجينه. عجينه قوامها جميل جدا، هي مش يعني مقربه كده للكيك بس على اخف شويه زي ما انتم شايفين. يلا بينا هنشوف هنسووها ازاي. عندي هنا طاسه، اهم حاجه ما تكونش بتلزق عندنا، بلاش الالمونيا، تيفال او جرانيت او سيراميك مفيش اي مشكله. طبعا هنا دهنت دهنه بسيطه جدا من الزيت، وابدا امسحها مسحه بسيطه جدا من المناديل، وبعد كده ببدا نعمل عندنا الكريب بتاعنا الجميل. عملنا عجينه بجد سحريه ومن غير التكاليف ومن غير اي حاجه، ويعني حاجات بسيطه جدا عملناها وعملنا كميه حلوه قوي. عملنا لهم الكريب الصحي وفي منتهى الجمال في البيت. هنا خلاص كده ببدا يا دوبك الحروف كده تلاقيها بتتشمع معاكي. يعني ايه تتشمع؟ يعني خلاص كده بتبدا تبيض معانا والعجينه اختفت معانا خالص، وتروحي ماسكاها كده من الحروف وتروحي قلبها. هي اول مره كده حسيتها سخنه على ايدي شويه بس معرفتش اتملك فيها. هنا ببدا تتقلب معايا بسهوله جدا. طبعا هنا انا بنصح صراحه تتقلبيها عندك بايديكي، بلاش عندك المعلقه عشان ما تتكسرش منك. طبعا هي عجينه بقى معاكي خلاص تلاقيها تبيض معاكي، مش عايزينها تاخد لون ولا حاجه، عشان هنا فايده ان احنا هنطلعوها بيضه معانا عشان تتقرمش معانا وتاخد اللون الجميل بعد ما نخلص الكميه كلها ونحشوها. طبعا هنا ببدا اوريكم. هنا بصوا بتشمع معايا وبقاش فيها ماده كده من عندك العجينه، وتلاقيها كلها اتشربت كده واستوت معاكي تروحي قلبها. طبعا أنا هنا بصوا كانت سخنه ومش عارفه اقلبها معاكم يعني كويس. هنا خلاص كده ببدأ هبدأ اقلب كده، خلاص ايديا خلاص اخدت على السخونية. طبعا هنا خلاص بصوا ما شاء الله الكمية الحلوة دي. طبعا هنا بنحطوها عادي فوق بعض كده في صينية، وبعد ما بتطلعي كده بالواحدة وتروحي مغطياها عشان ما ينشفش منك، عشان هي ورقة خفيفة جدا مش عايزينها تنشف مننا. طبعا هنا ما تقلقيش خالص اللي هو فوق بعض وتحسي اللي هو هيعجن، لا هو مش بيعجن ولا اي حاجه، هيبقى في الاخر بتطلع معاكي بسهوله جدا. طبعا هنا ببدا احط مقدار كوبايه، يعني ربع كوبايه كده او نص كوبايه حسب الصينيه اللي عندك. طبعا هنا ببدا بحط كده وببدا تشمع معايا وتروح قلبها تاخد معاكي يا دوبك اللون الفاتح ده، وتروحي مطلعه ليه عشان احنا في الاخر عايزينها مقرمشه. طبعا بصوا سخونيه عامل ازاي وفوق بعضه مش معجن ولا اي حاجه، وكل واحده بوحدتها كده ممرقه وجميله جدا جدا. ما شاء الله كوبايه ونص من الطحين عمل معايا كميه حلوه قوي. طبعا هنا الحشوه اللي انت متاح عندك اي نوع حشوه انت حبيها تحطيها مفيش اي مشكله. انا هنا بصراحه كان عندي صدور فراخ كده عملتها شاورما وجبنه مشكله وخيار مخلل وكمان فلفل حامي او فلفل بارد او فلفل الوان اللي متاح عندك. حطيت هنا كاتشب ومايونيز على بعض وابدا اقلبهم كويس جدا، ونبدا هنا نحشي الكريب بتاعنا. بتطبقيها كده طبقتين كده وتروحي حاطه معلقه كده من الكاتشب على المايونيز، وتروحي تعملي عندك كده في النص، ونحط معلقه كده من عندك الشاورما او عندك فراخ لحمه معصجه. مش عندك لحوم ولا عامه عايزه تعمليه عشوائي كده، تحمري بطاطس او بطاطس جاهزه وتحطي المخلل كده اي نوع مخلل، حابه تحطي الزيتون. الحشوه الكريب ده الحشوه اللي انت بتحطيها ما بيقولش لا خالص، اي حاجه هتحطيها مش بيقول لا. طبعا هنا عملناها بسيطه جدا جدا ومن غير تكاليف ومن غير اي حاجه. قال ايه الاولاد عايزين يشتروه من بره وغالي جدا، قررت اعمله لهم في البيت بشويه طحين على شويه ميه، وعملنا احلى كريب في البيت وصحي جدا وضامنين النظافه بتاعت بيتنا، وطلع معانا في منتهى الجمال. وبجد اولادي ما قررنوش حاجه من بره خالص، يعني حسوا اللي هم اللي انا جايبه لهم جاهز واني كنت عاملاه في البيت وصحي جدا. هنا ببدا احط عندي الشاورما واحط الجبنه
مخلل خيار وفلفل والكاتشب عن المايونيز، وببدأ اقفل كده هنا وخلاص كده. عندي هنا بقى في الجريل تحطي معلقتين كده من الزيت، معلقتين كده حلوين، تروحي بتحطيه كده وتروحي سايباه. هو هياخد وقت شويه عشان لونه فاتح معانا، لون ابيض. طبعا هنا عشان عايزينه يتحمص معانا كده وياخد اللون الذهبي الجميل ومقرمش معانا، هتعملي الخطوه دي. طبعا هنا خلاص ببدأ ايه، ياخد اللون. بس هنا الجريل كان سخن جدا، وفي نفس الوقت اللي هو يعني الاسود بتلاقيه بيتحرق عندك بسرعة. غير في الصينية، الصينية بصراحة اخد وقت شوية بس احمر معايا واخد اللون الجميل. طبعا ما فيش اي مشكلة، هم عامة في زي بره برضو، وكان طعمه حلو قوي. خلاص كده ببدأ احمصه. عندي هو بياخد وقت عشان لون الكريب عندي العجينة كانت لونها فاتح. وهنا في سر العجينة، بتبقى معاكي لما تطلعيها فاتحه معاكي بيتلزق كده مع بعض، والحشوه بتاعتك ما تطلعش منك خالص وتبقى معاكي. هو بياخد وقت شويه في التحميص، بس مفيش مشكله عشان يتلزق معاكي كده والحشوه ما تروحش في حته تانية عندك خالص. طبعا قدمناه مع كاتشب ومايونيز، وحابه تحمري بطاطس، شيبسي اللي حابه تقدميه جنبيها. بجد كان طعمه جميل جدا جدا، والاولاد اتبسطوا بيه قوي. وعملنا كميه حلوه قوي قوي من كوبايه ونص من الطحين، وعملنا كميه جميله زي ما انتم شايفين. لو عجبكم بقى ما تنسوناش بلايك من ايديكم الحلوه، واشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بيكم وباحلى عيله في الدنيا. ايه رايكم في الجمال ده كله؟ حاجه كده بتتكلم عن نفسها. لو عجبكم ما تنسوناش بقى بالله عليكم باللايك عشان القناه تكبر بيكم. حبينا بقى نقدموه هنا بكاتشب ومونيز، واللي حابب ياكل من ده او من ده مفيش اي مشكله. شايفين الجمال؟ بص الحشوة عاملة ازاي، والعجينة بجد سحرية. ما تنسوش بقى تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتشيروا الفيديو عشان يوصلكوا كل